اخي. لا كان تعب طبعا، شغل في رمضان بيبقى متعب جدا جدا. نفسي اخلص مسلسل قبل رمضان، يعني نفسي كده اشتغل مسلسل وكت وفركش يا جماعه قبل رمضان، قبل 1 رمضان. ما حصلش في حياتي قبل كده. نفسي اعيش ال30 يوم بتوع رمضان في البيت. بصي هقول لك على حاجه، انا بحب دايما ما مرش مرور الكرام. يعني انا قبل التمثيل كنت بشتغل في بنك وبتاع، وكنت دايما بحس ان حتى لو انا مش عايزه ابقى في المكان اللي انا فيه ده، بس انا لازم اشتغل صح ولازم ابقى عامله حاجه ليها تاثير. فممكن تكون دي حاجه في شخصيتي فعلا، انا بحب اعمل تاثير. انا مبسوطه ان انت لفتي نظري في الحته ان انا عندي الحته دي، بس هي فعلا عندي. خلينا نقول ان هي مش كويسه. باد جيرل. بحبهم جدا. هقولك ليه بقى. اول سؤال بساله مثلا، طب هي عملت كده ليه؟ النهارده لما تبقي بتعملي موقف وحش جدا، احنا بني ادمين صح؟ في روايه احدهما الوحش، في روايه احدهما، او ممثل هو بيعمل اي كاركتر. فعشان كده انا ما كرهتش دينا. شفت هي دي عملت كده ليه، ذاكرت هي دي عملت كده ليه، فاهمه؟ فلا انا بحب دينا جدا. طيب هي دينا بنت اهلها دلعوها جدا وهي صغيره، وكانت هي وحيده مامتها وباباها. فدايما النوع ده من البنات بتلاقي عندهم ان هي شايفه ان هي اجمل بنت واحلى بنت، وكانت الحاجه الوحيده المرجع ليها هو المرايه. بتقف قدام المرايه وتبص على نفسها وحابه نفسها جدا وشايفه ان هي اجمل بنت في الدنيا. وهي ده خلق عندها نوع من الاستسهال، ان هي عايزه تحقق اللي هي عايزاه بشكل سهل جدا. فايه اسهل طريق للبنت الحلوه كده؟ ان هي بتعتمد على شكلها وجسمها ان هي تحقق اهدافها، تاثر على كام راجل من ضعاف الشخصيه يحققوا لها اللي هي عايزاه. فهي دي دينا بالنسبه لي كهدى يعني. وده اللي كان موجود على الورق واحنا بنذاكر دينا ونشوف الورق، كان دي الابعاد بتاعت شخصيه دينا. بص لنفسها في المرايه، انا اي كان دو ذات، انا اقدر اعمل اي حاجه عشان هي شايفه نفسها في المرايه ان هي اجمل بنت في الدنيا. في الاخر زي ما انت قلتي، هي البنت اللي مش كويسه دي في الاخر خدت عقابها، ان هي لقيت نفسها اتورطت ان هي بتاذي مامتها وباباها بسبب الدلع وبسبب قله المسؤوليه اللي عندها وبسبب سيلف سنترد وانانيه. فده خلاها اذت اهلها. انا عيلتي كلها كانت بنوك، اخويا بابايا اختي كل الناس اللي صحابي كل الناس اللي حواليا كانت بنوك. كانت دي شغلانه اللي هي عارفه اللي هي بالتبعيه هتشتغليها. اشتغلتها بس ما كانش عندي باشن يعني. بس زي ما قلت لك انا ما بحبش ابقى قاعده في مكان مش مؤثره فيه. بحب يعني لو هعمل حاجه اعملها 100%، 90% ايكوال زيرو. هو طبعا ده غلط، لان انت بتبقي قاسيه جدا مع نفسك. بتبقى الشغلانه او التمثيل هو الحاجه اللي لقيت الفاير بتاعي فيها والباشن بتاعي فيها، فاهمه؟ بس ده مش معناه ان انا وقفت حياتي عشان اطلع ممثله او حاربت عشان اطلع ممثله. لا، انا كنت في حياتي عادي جدا وفي كاريري عادي جدا وعملت حاجات والحمد لله كنت ناجحه في كل حاجه انا رحتها حبا في النجاح مش اكتر، فاهمه؟ بس انا سبب من اسباب ان انا حبيت تمثيل امي ان ماما اوبسست جدا بالافلام. مفيش فيلم في السينما المصريه ما دخلتوش السينما وهي صغيره. يعني بتقولي كنت بسيب الجامعه عشان اروح اتفرج على فيلم فلان الفلاني. فده اتنقلني. وغير كمان ان كانت الهوايات اللي كانوا بنعملها واحنا في المدرسه واحنا في النادي واحنا كانت حاجات كلها ليها علاقه بالتمثيل والرقص والغنى وكده. فهي كانت بالنسبه لي حاجه يعني ترفيه اكتر من باشن، او يمكن واحنا صغيرين ما بنبقاش فاهمين لسه احنا عايزين ايه. بس لما جالي الاختيار ما بين ان انا اكمل الكارير بتاعي اللي انا اوريدي قطعت فيه شوط ونجحت فيه وما بين التمثيل، اخترت التمثيل. كان 2018 كنت راجعه من دبي بغير شغلي، فكان عندي اجازه شهر. اخدت ورشه تمثيل مع مروه جبريل وعملت اوديشن لمسلسل واتقبلت في الاوديشن. كان من خلال الورشه بتاعتها، وكان ساعتها مطلوب مني اما ارجع لشغلي تاني والعقد اللي انا مضيته مع الشركه دي في دبي، او هقعد في مصر وهشتغل في الممثله. قررت ان انا اشتغل ممثله وامضي، وضاع ساعتها الشغل ده يعني ما كملتش في شغلي بتاع دبي. خسرت كمان المسلسل اللي انا مضيته ده. كانت ايام غامقه. كانت ايام سودة، فاهمه؟ الحمد لله يعني. بس هو في الاخر هو الكارير ده اختارني. بصي انا never satisfied. يعني انا دايما اما بشوف نفسي ما بحسش ان انا ايه ده واو حلوه قوي. انا دايما بحس ان في حاجه لسه ناقصه. دايما بحس ان ايه ده لا ده وحش قوي، ده اتعمل لا انا ليه عملته كده. بركز في ادق التفاصيل اللي ممكن الانسان العادي ما يفكرش فيها. بس انت دايما بتتفرجي على نفسك بتبقي قاسيه قوي. يعني دايما تقولي انا مش عايزه اسمع صوتي في الفويس نوت. مفيش حاجه بيرفكت طبعا، بس انه حتى توصلي لده. فدايما ده بحس ان دي حاجه هتخليني هشتغل اكتر على الحاجات اللي انا مش شايفاها حلوه في نفسي، حتى لو الناس شايفاها حلوه. الحاجات اللي انا مش شايفاها حلوه انا في نفسي او شايفاها ان هي ضعيفه لسه عايزه اشتغل عليها. فده دايما هيخليني يمكن في حته احسن كل مره، او في تطور على الاقل، فاهمه؟ ان انت بتطوري في نفسك، بتinvestي في نفسك، بتشوفي ان انت في حاجات لسه عايزه تشتغلي عليها، فاهمه؟ بس
ما عنديش بلان. كل بلان انا عملتها كان في حاجه احلى منها. مش فكره همشي على بلان، بس فكره مثلا ان انت في حاجات معينه نفسك توصلي لها، بس برضو ما تقفليش دماغك لما تجيلك حاجات تانية حلوه. عايزه اكون ست مؤثره او بعبر عن الستات اللي بجد عارفه انت. احنا الكارير ده ذكوري شويه، انا بحس كده، بحس ان الرجاله فيه واخدين حقهم اكتر من الستات. بحس دايما ان البطل في القصه هو دايما لازم يبقى راجل. فنادر قوي ما تلاقي ان في نجمات كبار عندنا بس مش قد عدد نجوم الرجاله. فانا نفسي ابقى من الستات دي اللي هي بتعمل موضوع كل سنه، سواء فيلم او مسلسل في رمضان او مسلسل اوف سيزون، بتقدم فيه مسج بتعبر فيه عن ست زيها كده. مش عايزه اكون بعمل حاجه كده بتمر مرور الكرام او حاجه كده عاديه. لا، بحب جدا نيلي كريم ان هي بتقدم دايما مسجز حلوه قوي للستات. منى زكي ان هي بتقدم مواضيع مهمه جدا للستات. هند صبري بحب. ياسمين عبد العزيز بحب. في نجمات كتار قوي ليهم دايما هتعمل مسلسل او فيلم مؤثر جدا بيرفلكت حاجه مهمه جدا عن الست. فانا عايزه ابقى من الناس دي.